انا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت ان انا اقرا كتب، ما عنديش وقت ان انا اروح الجيم، ما عنديش وقت ان انا اشتغل على اهدافي الخاصه، انا بشتغل طول اليوم، فانا ما عنديش وقت. لو اتكلمنا عن الشخص الافريج او متوسط الشخص العادي اللي هو بيشتغل تقريبا حوالي 8 ساعات في اليوم وبينام تقريبا حوالي 7 ساعات، دول هيكونوا 15 ساعه. خلينا نقول ان انت هتاخد 6 ساعات عشان تاكل، عشان ترجع من الشغل، عشان تلبس وتاخد الدش بتاعك ومش عارف ايه وكل الكلام ده. يبقى انت كده اتبقى معاك 3 ساعات في اليوم، 21 ساعة في الأسبوع، و90 ساعة في الشهر. فأنت عندك وقت، ولكن هو قرارك إزاي هتستخدم الوقت ده وتخليه مفيد على قد ما تقدر. من أصل الثلاث ساعات اللي عندك في اليوم المتاحين معاك اللي أنت فاضي فيهم، لو أخدت ساعة أو نص ساعة على الأقل عشان تقرأ كتاب أو عشان تتعلم حاجة جديدة، مع التسلسل ومع الوقت قدام هتلاقي نفسك أخدت كمية وقت محترم كويس جدا في إن أنت تتعلم الحاجة دي أو إن أنت تقرأ الكتاب ده. لكن اللي أنت محتاج تعمله إنك تخليها عادة في يومك. أنا النهاردة هقرأ الكتاب ده، عندي نص ساعة، دي مهمة.